صباح الخير أعزائي المتابعين، إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم أكلتنا من الأكلات العراقية المشهورة واللي يحبها كل العراقيين، اللي هي القلية. القلية مكوناتها بسيطة وطريقة عملها سهلة جدا، ما تحتاج معك وقت كثير. اللي راح نحتاجه هو هبرة ولية غنم وبصل، والبهارات اللي أستخدمها فقط الفلفل الأسود وملح. مثل ما تشوفون قطعت اللحم بهذا الشكل، بهاي الصورة قطع بهذا الحجم، ولية الغنم أيضا قطعته بهذا الحجم، والبصل. راح نجيب طنجرة ونخلي بيها لية الخروف، أخليها إلى أن تزيد الدهنة كاملة. مثل ما تلاحظون كيف لية الغنم هيك تحمصت وزدت الدهنة تبعها. الآن راح نخلي البصل واللحم ينقلوا، وبعدين نضيف لهم ماء. راح نضيف اللحم والبصل، راح نتركه شوي ينقلي وبعدين نضيف الماء. مثل ما تلاحظون كيف عم تنقلي اللحمة، الريحة طلعت ما شاء الله. طبعا أنا هون ما ضفت ماء لحد الآن، هذه بس مجرد ماء البصل ولية الخروف. راح أضيف له ماء حتى إلى أن تستوي اللحمة. راح أضيف له تقريبا كوب، وأتركه على النار إلى أن قبل ما تستوي. راح أضيف الملح، طبعا الفلفل آخر شيء نخليه. طبعا شوفوا ما شاء الله كيف احنا بدنا شوي كمان تنشف ميتها. انا خليت طبعا الملح، والان راح اخلي الفلفل الاسود. الفلفل انت حسب ما تحبين بهارة كثير قليل، انت حسب تحبين. خليها كمان تنشف بعد، اشوفكم بعدين ان شاء الله. هذا الشكل النهائي للقلية، شوفوا ما شاء الله طالعة. راح نجرب وندوق. وهذا بصل كمان. طبعا ما ننسى نحط دبس الرمان. انت حسب ما تحبين، كثير قليل انت مثل ما تحبين. بسم الله. شوف اللحمة ما شاء الله كيف مستوية. طعمتها بتجنن، كثير طيبة. جربوها بهاي الطريقة. وإذا عجبتكم أكلاتي ووصفاتي، يا ريت تشتركوا بقناة مطبخ يد الخير وتفعلوا الجرس، وإن شاء الله أشوفكم في أكلات قادمة. سلام.